المكان ده قرر بعد 74 سنة إن هو يفتح في الشيخ زايد في وصل الدهشور. فهل مشويات الوطنية جامد ولا لا؟ وأول ما بتقعد بينزلوا لك ويلكم مسقعة بالبشاميل وبطاطس بيوري. طعمه حلو قوي. انا ممكن ابقى اجي لوحدي واسبام الويلكم ده. وجربت من هناك شوربة بهاريز، عكاوي وكوارع والشوربة ولا غلطة. العكاوي والكوارع هما الاتنين دايبين كده خالص، انا عجباني والله. ومن الحاجات التقيلة اللي مزجتني الكباب والريش. هو الاتنين الصراحه الريش والكباب حلوين قوي. من الحاجات اللي كانت رائعة بالنسبة لي طاجن بامية باللحمة. اللحمه اللي فيه دايبه، الباميه نفسها كده بالتتبيله بالخلطه اللي عليها فيها سنه مزازه بتاعت ليمون، نايس وان. وطاسة السجق اللي بدبس الرمان برضو كانت مخدومة جدا، بس طعم دبس الرمان كان محتاج يزيد شوية. بس هي كسجق كطاسه خطيره الصراحه. بس في طبق برضه عندهم مميز كده اسمه طبق اليوم او الطبق الرئيسي، وده بيبقى حاجة مجمعة كده، زي مثلا الطبق اللي انا طلبته: حمام، ستيك في الفرن، رز، محشي، جلاش وبطاطس. عامة انا ساعة ما جربت المكان كانوا لسه في